السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم ياسين مرة أخرى في فيديو قصير إن شاء الله. تكملة إن شاء الله الفيديو اللي فات، واللي هو كنت وعدتكم على أنني خصني ضروري نعدل يعني شنو هما الأشياء اللي كنخلط مع الباطي ديالي أو الباستا كريا. شنو هما الأشياء المهمة اللي يمكن لي نضيفها للباستا كريا مع السكسو، لأن أنا الكسكس يعني ديما تفرجتي في الفيديو اللي فات راه كان على الكسكس والاهميه ديالو من الطريقه الكنري. انا نخلي ان شاء الله اللينك ديالو تحت في الديسكريبشن. المهم باش ما نطولوش الفيديو، يعني الباطي اللي ضروري خصنا نعطيوها بطبيعه الحال. حنا كنعطيو الباطي في الساعه اللي يكون عندهم الفراخ، يعني اي شيء كياكلوه الابوين كيمروه للفراخ، اي شيء كياكلوه الابوين كيمروه للفراخ. وهذا كيعني على ان يعني الفراخ ديالنا يا غيكونوا في صحه جيده او لا غيكونوا في صحه غير جيده، لان الابوين هما كبارين يعني كيقدروا يتحملوا لو كان شي شيء فيه مثلا شويه الماء زايدين او لا شويه ديال لي فيروس زايده ولا شي حاجه او لي فيتامين قليلين، فكيقدروا ريكوبيرو بحال الانسان كبير، ماشي هو الطفل صغير. نفس الاشياء بالنسبه للابوين بالنسبه للفراخ عند الطريقه الكندري. اذا على بركه الله نبدا. انا هنا وجدتكم بعض الاشياء اللي يعني خفيفه اللي يمكن انكم تعدلوها في الدار ديالكم عادي جدا. يعني عاد تشريو بعض جوج الاشياء اللي خصكم تشريوها من يعني من يعني الناس اللي كيبيعوا المستلزمات ديال الطيور، هي الادويه الى اخره. جوج الاشياء، اما الاخر يعني كاينين في السوق عادي جدا. اذا نبداو ان شاء الله. كيفاش ما كتشوفوا انا وجدتكم هنايا بعض الاشياء. عندنا هذا عادي، هذا هو الكسكس اللي كنت عملته في الفيديو اللي فات. نفس كتعمر النص ديال الكسكس، نص ديال الشرابه الكلام من هنايا بالكسكس، واللي باقي كتعمرو بالماء. المهم اللي ما شافش الفيديو يمكن له انه يدوز يعني الفيديو السابق. هذا الكسكس ديالنا كنضيفو عليه، اللي كنضيف عليه انا شويه من هاد يعني اورني وينر. يعني هذه يعني هاد الماده هذه. وهاد الماده هذه حنا كنقولوا لها حريقه. يعني هو واحد النبات كاين في الارض عادي جدا، شنو هو كياخذوه كي يعني كيجفوه وكيطحنوه، كيجي بهاد الطريقه هذه. هو ما يعني مليء بفيتامين او بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في الذكوره ديالهم ما كينتجوش مزيان، كيجيو لهم البيض خاوي. وانا كنصحهم بهذا. يعني كتعمل شي حاجه قليله بزاف، يعني هي هما يعني هنايا في الوصف ديالو كيعطي على ان خصك يعني اذا كنتي كتعمل واحد الكميه كبيره يعطيك يعني كتعمل مثلا 5 غرام في واحد الكميه اللي هي كبيره. حنا كنعملو غير شويه، مثلا الناس اللي عندها غير شويه ديال 3 4 الازواج الى اخره، يعني كيعملوا غير شويه. انا بالنسبه لي كنفضل مثلا حنا نعملوا هذا، نعملها مباشره قدامكم. مثلا نعمل غير شويه، غير راس المغروفه هيدا، غير بحال اللي كتشوفوا هيدا. وكان هاتك عليهم بهذه الطريقه هذه بحال اللي كتشوفوا هيدا. زائد عندنا نبداو بهذا بعدا. عندنا هذا هو يعني اذا عمركم سبق لكم شفتوه، هذا الثوم بودر عفوا ثوم بودر. يعني هذا كيجي لنا حنا من اسبانيا، حنا في طنجة كيجي لنا في اسبانيا، ولكن كاينه بالداخل عادي جدا، كاينه بودر بهذه الطريقه. كنعملوه ضروري نعملو شويه ديالو لان هذا مهم بزاف بالنسبه للطيور. الثوم بودر مهم بزاف بالنسبه للطيور، كيصفي لهم الامعاء ديالهم الى اخره. اذا بحال اللي كتشوفوا قدامكم دي كنعمل غير شويه، غير شويه بحال اللي كتشوفوا. هو طاح بزاف ولكن ماشي مشكل.
اذا بحال اللي كتشوفوا قدامكم كنعملوا شويه بهذه الطريقه هذه. زائد هنا في هاد الاناء هذا عندي جعده ولا خيزو يعني الجزر محكوك عادي، الجزر محكوك. هذه كنعمل له شويه ديال الجزر مع هذه اللي محكوك مع هذه الخلطه هذه اللي عملت انا. هذا مهم بزاف للطيور، ردوا بالكم. وهذا الكيس هذا هو هنا كيتباع عندنا بهذه الطريقه، لان يعني القنينه ديالو كبيره شويش وغاليه، فهما كيبيعوها الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الطيور كيبيعوها يعني مفسوخه بهذه الطريقه. هذه اسمها كيعيطوا لها لوفور دو بيير، هنايا كيعيطوا لها لوفور دو بيير. فيها واحد يعني غنيه جدا، يعني هاتكم الاسم وحاولوا تقلبوا عليها وتجبروها. هذه مهمه بزاف يعني الطيور ديالنا فيها العديد من البروتينات والفيتامينات، يعني يمكن انكم تعملوا عليها شي ريشيرش خفيف وتعرفوا الاهميه ديالها. حتى هي كنعملوا لها غير شويه. انا يعني من الناس اللي ما كنبغيش نلتزم بالداكشي بالجرامات، يعني قال هذا عمل له ما عرف شحال من جرام، هذا عدل له ما عرف شحال من جرام. انا كنعمل داكشي شويه وصافي. وصراحه انا شحال لي زعما ما عنديش مشكل في هادشي حتى شي حاجه اخرى. اذا صافي كان واهم حاجه اسمحوا لي، اهم حاجه هو الباتي ديالنا، الباتي ديال الكريه اللي هي اللون ديالها اصفر. غتسمحوا لي واحد الدقيقه. هذا ماشي الاناء ديال هذا غير عمرتها فيه باش تبقى مزيانه معروفه. يعني الباتي الصفراء ديالنا اللي كلشي كيعرفها، اللي كتباع في السوق عادي، سواء كانت كيكي ولا اي ماركه اخرى، عادي جدا صفراء اللي هي هذه. وكنضيفوها مع الباتي ديالنا هذا، كنخلط. انا هذه هي الطريقه اللي كنعمل وصراحه الطريقه ناجحه لي. يعني عندي الحمد لله الفراخ في صحه جيده، عندي الابوين في صحه جيده، كنحافظ عليهم. هادشي هذا كنعملو بشكل يومي في الصباح، يعني وحق في العشيه خلي كسكس لكم، لان الكسكس كيحماض، فبالتالي في العشيه خصك تحيد له ما تخليهاش ما تباتش عندهم، هاد الخلطه ما تباتش عندهم. حتى حنا هنا كنخلطو وكنقدمو الطائر ديالنا، يعني باش يبقاو ان شاء الله في صحه جيده. كنتمنى انكم تكونوا يعني استفدتوا بهذا ويكون هادشي واضح. انا التصوير على قدو يعني والاشياء على قدها يعني، ولكن انا اهم حاجه عندي هي توصل المعلومه شنو تقدر تخلط مع لي باتي ديالك باش تبقاو صحه جيده. لان بزاف ديال لي كومنت كيجيوني هنا الفراخ ديالي ضعافين، ان الابوين ما كيوكلوشي الى اخره. اذا كنتي كتوكل حاجه ضعيفه من الابوين، فالابوين ما يوكلوش ولادهم، ان شاء الله يوكلوا هما. هذه يعني الواحد. ثانيا اذا كنتي كتعطيهم الاشياء اللي هي ما يستافدوش من الفراخ، غيمروا داكشي من الفراخ، والفراخ غيبقاو ضعافين، غيقدروا يموتوا، يقدروا يمرضوا بالعدد ديال الامراض، التسيف، انيميا الى اخره. اذا انا كنعطيك بعض الاشياء اللي تفيدك ان شاء الله الرحمن الرحيم، يعني في الناحيه ديال الكريه ديال الكرانيوس، يعني ديال موسم التزاوج ان شاء الله. اذا كنت استفدتي ما تنساش تعمل زر اللايك. اذا كنتي اول مره كتشاهد معايا الفيديو، كندعوك انك تشارك معايا وتضغط على زر الجرس باش يوصلك اي فيديو ان شاء الله انا نزلته. كيف ما كنقول دائما، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.